السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة البساطة مع حنان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكبدة الدجاج بطريقة زوينة، بطريقة اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. بزاف الناس ما كياكلوش كبدة الدجاج، ولكن بهذه الطريقة الصراحة ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي تاكلوها. يلا هو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. عندنا هنايا واحد نص كيلو ديال الكبده، كل واحد كيدير القياس ديالو. انا درت نص كيلو الكبده، رقدته في الحامض والخل باش تحيد ديك الزفوره ديال الكبده، وقطعته هكا طريفات. المهم كل واحد تيدير القياس اللي بغا. الصراحه راه الكبده شي حاجه زوينه بزاف، فيها الحديد بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم وما تيقدروش ياكلوها. راه هاد الطريقه راه غادي تقدروا تاكلوها ان شاء الله. فقط جربوا الطريقه وغادي تعجبكم، علاش لا. صافي كنقطع هاد الكبده، المهم كنقيوها مزيان من داك الشوائب كامل اللي فيها. والمهم الكبده راكم عارفين كي دايره، كتبغى تنقى مزيان. رقدوها في الحامض والخل بلا ما تسلقوها ديك نص سلقه، حيت فاش كتسلقوها راه كلشي كيمشي منها، الفوائد ديالها كيمشيو. حيت بزاف الناس كيسلقوها، الصراحه كنشوف الناس كيسلقوها فما كيعجبنيش الصراحه نسلقها. وهنايا عندي البصله والعطريه اللي غادي ندير فيها الكمون، الحار، الملحه والخرقوم والابزار والتحميره وشويه سكنجبير. والمكون السحري في هذه الوصفه الشحمه اللي كتجي معاها زوينه بحال اللي كتاكلوا الكبده ديال الغنمي. صافي القزبر مقطع والمعدنوس. كنشد شويه زيت الزيتون والشحمه، كندوبها هكا مع هاد الزيت في المقله. الشحمه ما نكتروش، راه غير شويه الشحمه باش يعطينا داك لوغو ديال الغنمي. وصافي وهنايا راه كنبقى تنشحرها حتى كتذوب. عاد كنزيدها البصله هكا مشلضه، المهم مربعات هكا صغيره. وصافي ملي تشحر لينا هاد البصيله عاد كنزيدو الكبده. صافي هنايا زدنا هاد الكبده حتى هي غادي نخليوها تشحر شويه. صافي هنايا راه كنبقى كنحرك فيها حتى كتشحر شويه. كنزيدها شويه الملحه. العطريه نخليوها حتى الاخر ولا نديروها دابا، راه بحال بحال. انا كنخلي العطريه حتى الاخر باش ما تحرقش وباش يبقى داك المذاق ديال العطريه. صافي كندير الملحه وكنبقى تنحرك حتى زعما كطيب لينا هاد الكبده. راه الكبده دغيا كطيب، يعني راه ما كتحتاجش واحد الوقت كبير باش طيب، راه دغيا دغيا كطيب. صافي هنايا راه تشحرات لينا هاد الكبده مع البصله. كنزيدوها العطريه هنايا وكنخليوها حتى تشحر حتى هي شويه العطريه. العطريه راه عندنا الكمون وعندنا الثوم بودر اولا الثومه عاديه محكوكه. اللي عنده الثوم بودر هو هذاك، ما عندوش ثومه عاديه. صافي وكنحرك شويه باش تشحر لينا ديك العطريه وتخلط مزيان. عاد كنزيدوها المصير، نسيت ما قلت لكمش المصير ضروري حتى هو. كنقطعوها كطريفات صغيره وكنديرو وكنزيد القزبر ومعدنوس. وصافي كنخليها واحد شويه وكنطفي عليها. زعما صافي راه طابت، راه دغيا هي كطيب. زوينه هاد الوصفه للناس اللي عندهم فقر الدم. الصراحه كتجي زوينه، وهي راه فيها غنيه بالحديد، يعني الناس اللي عندهم فقر الدم ياكلوها. وراه الثمن ديالها رخيص وزعما في متناول الجميع. وبهذه الطريقه راه زوينه، جربوها وردوا عليا الخبر. هنايا كندير واحد شويه الفاخر مع شويه الزيت باش تعطينا داك المذاق ديال الفاخر بحال اللي زعما شويناها وكتجي فعلا زوينه. صافي هنايا كنشد شويه البصله ومطيشه كنشحرهم يعني
نرافقهم مع هاد الكبده حتى هما كيجيو زوينين، يعني بحال مشويه راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، راها وصفه بسيطه بزاف ولكن راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من واحد اللايك. الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم كاملين، الناس الجداد والناس القدام حتى هما، شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ان شاء الله في فيديو قادم ما تنسونيش من واحد لايك وشي كومنتير زوين ومشجع، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.